تولين، العارضات اعتذروا عن العرض ومحدش من عارضات الازياء هيجي. انت بتقول ايه؟ انت عارف العرض ده فاضل عليه قد ايه يا مهدي؟ انت ازاي بتقول كده؟ انا بجد اتصدمت. في ايه؟ مين عمال يبوظ كل حاجه من ايدينا؟ ايه اللي عمال يحصل ده؟ انا بجد مش عارفه اتصرف، مش عارفه هعمل ايه. فاضل ساعه على العرض، هنجيب بنات منين نفس الجسم ونفس الطول؟ ودخل في الوقت دوت على تولين البنات، بصيت لهم وسرحت. مالك يا تولين؟ لقيتها خلاص يا مهدي. هي ايه يا تولين اللي هيقوموا بالعرض ده يا مهدي؟ أسيل، دليدة، نبض وتمارة، انتوا لازم تساعدوني دلوقتي. انتوا التلاتة أجسامكم وطولكم أجسام العارضات اللي اعتذروا. ايه العارضات اعتذروا؟ ايوه يا بنات، والعرض خلاص كمان ساعة ومفيش وقت خالص. ومش بس انتوا اللي هتعرضوا، انا كمان هعرض معاكم. من ضمن لبس العرض في لبس للحوامل، هعرض فساتين الحوامل دي انا. خلاص احنا مش عندنا مانع يا تولين، احنا هنساعدك طبعا، معاكي طبعا، احنا اخوات وكده كده مش محتاجة كلام يا حبيبتي. حضنت البنات. شكرا يا احلى بنات في الدنيا كلها، بجد مش عارفة اقول لكم ايه. المهم مفيش وقت، يلا بسرعة. واحنا كمان هنلبس ونعرض معاكم. طيب يا روز، وانا كمان ما عنديش مانع خالص. احنا اجسامنا وطولنا كلنا طول عرضات الازياء اصلا، لاننا ما شاء الله كلنا طوال، فاجسامنا مثاليه. صح يا ليلى، خلاص ماشي يلا. وبداوا البنات يلبسوا الفساتين ولبسوا فعلا وجهزوا، وتولين كانت هي اخر واحده في العرض. ودخل مهدي. هي جاهزين يا بنات ولا ايه؟ كله جاهز يا مهدي. حد جه من الشركات؟ يحيى بس يا تولين. هيجوا يا مهدي، وهتشوف كل اللي عزمتهم جايين وهيحضروا العرض، والعرض هيكسر الدنيا، ومن بعدها مش هنلحق على طلبيات الشغل. يا ريت يا تولين. مستعدين يا بنات ولا ايه؟ يا تولين مستعدين قوي، ما تقلقيش من حاجه يا حبيبتي، هنرفع راسك على الاخر ان شاء الله. طب يلا، اول واحده هتطلع العرض دوت بالفستان أسيل. طيب يا تولين، انا جاهزه ومستعده اهو. وعيلة تولين كانوا كلهم بره واخواتها، وجم محسن وسامية عشان يحضروا العرض. وخرجت تولين بره ووقفت على ساحة التقديم، وكانت بتبص على المقاعد اللي محدش فيها جه غير عيلتها ويحيى. وحست تولين بخيبة امل. لا يا تولين، ما ينفعش احساس خيبة الامل اللي انت فيه ده، لازم تكوني اقوى من كده. ايوه لسه الناس هتيجي اكيد. وروح وسارة كانوا عمالين يدعوا لبنتهم، يا رب خليك مع تولين يا رب وساعدها. ومحسن وسامية كانوا على أعصابهم. تفتكر هيجوا يا حاج؟ أيوة يا سامية هيجوا، اللي زي تولين دي نضيف، والقلب النضيف عمر ربنا ما يكسره أبدا، بالعكس. عندك حق يا حاج. وتولين لمعت عينيها من الفرحة لما لقيت الناس بدأت تدخل القاعة. كنت واثقة في ده، الحمد لله يا رب على وقفتك في ظهري. حطت ايديها على بطنها. شفت يا عيون ماما؟ مش قلتلك ماما قدها؟ والناس بدأت تيجي اهو. وراحت مسكت المايك. اشكر كل الناس اللي لبت دعوتي، اهلا وسهلا بيكم بجد، ومعانا اول فستان. وخرجت أسيل بكل ثقة وهي ماشية، وبدأت تعرض لهم الفستان. ويمن اتصدم وسمع واحد بيقول البنت الجميلة قوي دي، لا هي دي اللي محلية الفستان. واتجنن لما سمع الكلام ده وحس بالغيرة. وكانوا أهل تولين كلهم مبهورين بالتصاميم بتاعة الفساتين. ودخلت أسيل على جوه وحطت ايديها على قلبها. نظرات غيرته عليا خلت قلبي حاسة هيطلع من مكانه. ومعانا الفستان التاني. خرجت في الوقت ده نبض وهي ماشية، وصار يتصدم واتجنن من غيرته عليها. منك يا نبض، عايز اقوم احطك جوه قلبي دلوقتي الصراحة، مش قادر. ونبض فضلت تعرض الفستان، والناس بدأت تزيد ويدخلوا، ومبقاش في مكان فاضي خالص. وتولين كانت فرحانة قوي. ودخلت جوه نبض. يا لهوي، حسيت صقر هيقوم يشلوح فيا على 1:30. والبنات قعدوا يضحكوا عليها. وتقدم الفستان التالت والمميز. وخرجت تمارة، وسيف اشتغلت الغيرة في قلبه. اوعى بجد، البنت دي صاروخ قوي. واتجنن سيف لما سمع الكلام ده. اخرس يا حيوان، انت اتجننت ولا ايه؟ اهدى يا سيف، انت عارف تولين تعبت قوي ازاي علشان العرض ده يكمل ويحصل. ارجوك اهدى. مش قادر يا ادم، مينفعش تبوظ الدنيا وكل اللي هي عماله تعمله وحاولت تعمله، وكلنا عارفين هي قد ايه تعبت قوي. وبدأ هو يهدى. وتمارة فرحت قوي لما شافت نظرات الغيرة في عيون سيف، ودخلت وهي مبسوطة. ابو الهيل شكله بدأ يحس ولا ايه؟ غيران عليا يا بنات، شفت غيرته عليا، شفتوا يا بنات. وخرجت دليدة تعرض الفستان، ولما شافها ادم اتجنن. ايه يا سي ادم، مش كنت عمال تهدي فيا من شويه؟ واهدى كده، اهدى يا ابو الرجال. اخلص يا سيف، لقوم طربق العرض ده كله عليهم وعلى الست دليدة هانم. خلاص اهدى يا وحش، البت تولين تعبت في العرض وطلع عينيها، حرام كل ده يبوظ. بتقلد كلام يا سيف يا كلب البحر انت. ماشي يا استاذ، انت هتشوف. خلاص اهدى وتنيل، لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك يا اخويا في مركب واحده. والله على رايك يا سيف، خلاص اسكت. ودخلت تجري دليدة على جوه. بنات خبوني بسرعه، حاسه ادم هيجي يقطع عليا الفستان ده والله العظيم. اهدي ما تخافيش، مش للدرجات دي يا جبانه. وخرجت ليلى وكانت عماله تعرض الفستان، وكان نفسها يمن يبص عليها. ايه يا يمن، نفسي اشوف غيرتك عليا، نفسي اشوفك بتعمل زيهم. ايه بدلك كده معايا؟ ايه اللي حصل غير مشاعرك اتجاهي يا يمن؟ وفضلت تحاول تلفت نظره، لكن هو ما كانش مشغول بيها، وكان مشغول بأسيل وبس. خلصت عرض ودخلت وهي حزينه قوي. ساكته ليه؟ محدش غير عليكي بره؟ لا اكيد يمن غيران عليا قوي، حسيتها يقوم يديني على وشي كده الصراحه. أسيل بصت لليلى ومكانتش عارفة تعمل ايه، تزعل على اختها ولا على نفسها. يا رب، اختيار صعب قوي بين حبي الوحيد واختي ليلى. وخرجت روز وهي بتعرض الفستان، وكله كان مبهور. وبعد كده دخلت. هفضل سنجل كده شكلي يا بنات ولا ايه؟ محدش عبرني ولا تف عليا حد.
معلش يا حبيبتي بقى ملحوقه، بكره يجي الفارس على الحصان الابيض بتاعه. ودخلت تولين جهزت نفسها ولبست الفستان وخرجت لهم، وخلص العرض وكان الكل عمال يسقف بحراره. هايل جنان، مش معقول خالص الصراحه الجنان ده كله، العرض تحفه فنيه. وكانت تولين مبسوطه قوي، وعشق ومهاب فرحانين لحفيدتهم. ودخلت غيرت وخرجت وقفت مع الناس وقربوا منها. الصراحه انا حبيت العرض قوي وعايز 100 قطعه في المعرض بتاعي. من عينيا كله هيكون جاهز. وقرب منها واحد تاني. وانا الصراحه عايز طلبيه كبيره قوي فوق ال2000 فستان، والتصاميم الجديده دي. المهم التصاميم دي ما نزلتش السوق، دي اول مره حد يصمم تصاميم بالشكل ده. مش اي تصاميم، جدتي تعالي. وقربت عشق. احب اعرفكم دي جدتي عشق، مرات الدكتور مهاب عاصم الحديدي والرسامه الكبيره، وهي اللي جهزت الرسومات والتصاميم دي كلها. لا الصراحه انت مبدعه قوي قوي يا مدام عشق، التصاميم تجنن قوي الصراحه. الفساتين دي اول مره تنزل السوق بالشكل ده. ومهاب كان فخور قوي بعشق ومبسوط ليها. وجلت تولين لحد دلوقتي اكتر من 4 صفقات شغل وصفقات كبيره قوي كمان. مهدي شفت، مش قلت لك انا مبسوطه قوي قوي الصراحه. بجد مبدعه يا تولين، انا كنت خايف العرض يفشل بس اللي حصل العكس. والعرض نجح وهيكسر الدنيا، وخصوصا الناس اللي صورت العرض. الحمد لله كله بتسهيل ربنا، والله كل حاجه هي من ربنا، وحقيقي الحمد لله على كل شيء. مبسوطه قوي ان ربنا كان معانا. وقربوا منها صقر وروح. الف مبروك يا حبيبتي على نجاح العرض يا بنتي. الحمد لله يا ماما، فرحانه قوي وما كنتش مصدقه ان كل ده يحصل والعرض ينجح بالشكل ده. انت شاطره يا بنتي وناجحه ومفيش منها، انت اصغر واشطر سيده اعمال يا حبيبتي. بجد يا بابا؟ ايوه، انت كنت ماسكه شغل وكنت شاطره قوي وقادره تنجحي في اي مجال شغل. وقربوا منها محسن وساميه. الف مبروك يا ضنايا على نجاح العرض، بجد العرض حلو قوي. شكرا يا طنط، بجد فخور قوي بيكي يا بنتي. على فكره يا استاذ صقر، تولين مش بنتك انت، دي بنتي انا كمان. ايه يا استاذ زي يا حاج محسن، احنا عيله واحده. صقر على طول، وتولين بنتك ونبض بقت بنتي يا حذيفه. انتوا احسن ناس وعيله حقيقي، مفيش منكم خالص بجد. حابب اقول لك تربيه عيالك تجنن يا صقر. شكرا يا حاج محسن. واسيل كانت جوه ولقيت اللي دخل عليها وشدها. مبسوطه يعني عشان خليت الدم في عروقي يجري من غير تعليقي؟ يامن بس حد يدخل او ليلى تشوفك وقتها عمري ما سامحك ابدا. اطلع يا يامن. ما اقدرش اشوف نظرات الناس عليكي بالشكل ده. ازاي تطلعي تعرضي الفستان ده؟ حبكت يعني الفستان ده؟ يامن بس خلاص نتكلم بعدين، حد يشوفنا ارجوك اهدى واطلع لو سمحت. لا مش قادر، ما قدرتش اشوف النظرات عليكي. انت ملكي، انت ملكي يامن صقر الراوي، انت فاهمه؟ لا يا يامن مش ليك ولا حتى ملكك ولا اي حاجه خالص من دي، انا عمري ما هكون ليك. وراح قرب منها وهي قعدت ترجع لورا. يامن بلاش تقرب مني بالشكل ده ارجوك، حد يدخل وقتها يقولوا عني ايه؟ سرقت حبيب اختي؟ اوعى كده ارجوك، كفايه يا يامن، عمال تعذب فيا. روح لليلى، هي بتحبك، هي حقك وانت حقها، انتوا الاتنين لبعض من زمان قوي. انا ما ينفعش اكون ليك ولا عمره هيحصل، حبنا محدش هيقبل بيه اصلا. لا هيقبله لاني بحبك وانت كمان. قولي انك عايزاني وانا مستعده اقف في وش العالم كله، بس تكوني معايا يا حبيبتي. عمري ما هكون معاك ولا هعرف اكون معاك. وراح قرب منها وبسها، وبعد كده بعد عنها. ده عقابك على كلامك لانك حقي. شفتي مشاعرك عامله ازاي وانت بين ايدي؟ شفتي احساسك بيا واحساسي بيكي؟ شفتي كل ده ولا لا؟ قلبك اللي مش قادره تسيطري عليه ده بيدق في قربي يا اسيل. يامن بس واطلع. وكان هو حاضنها. بحبك قوي يامن، ارجوك خلاص كفايه بقى كده. وشدها جوه حضنه وهي فضلت تعيط. ودخلت في الوقت ده تولين. ايه ده؟ وراحت اسيل بعدت عنه بسرعه. اوعي تفهمي غلط يا تولين ارجوك، انا مش وحشه. في ايه بيحصل هنا يا اسيل؟ ايه ده يا يامن؟ انتوا اوعوا تقولوا انكم. ايوه يا تولين، بحبها وبموت فيها ومش عايز غيرها. مش قادر يا تولين، بموت كل يوم من حبي ليها. محدش حاسس بيا، انا عايزها. معقوله؟ انا اصلا كنت شاكه يا يامن انكم بتحبوا بعض انت واسيل. مش هقدر اقول لكم حاجه، عارفين ليه؟ لاني زيكم المفروض كله عارف ان انا وسيف كنا بنحب بعض، بس قلبي دق الحذيفه. وراحت مسكت ايد يامن واسيل وحطيتهم في بعض. لو بتحبوا بعض اقفوا قدام الدنيا كلها وتحدوا الدنيا علشان تكونوا مع بعض. عندك حق يا تولين، عارفه انها اختك، بس ده مش معناه انكم تضيعوا حبكم، وطالما الحب متبادل خلاص. بس ازاي يا تولين ازاي؟ سيبيها على الله يا اسيل، وانتوا اكيد هتكونوا لبعض. بس كده ما تقوليليش. كنت خايفه قوي يا تولين، ازاي اجي اقول ان انا بحب حبيب اختي؟ ازاي يعني بتحبيني اهو يا هانم وعماله تقولي لا مش بحبك وما اعرفش ايه؟ قلتي اهو لا مش بحبك وما ينفعش احبك. صدقت نفسك ولا ايه يا استاذ يامن؟ لا يا اختي بتحبيني بس يا بايخه انت، وانا كمان بحبك يا اختي. ايه يلا انت وهي احترموا نفسكم، انا واقفه وجوه ابني عايزين يسمع الكلام ده ويقولوا ايه؟ خلوا طلع اهبل يا ماما ولا ايه؟ انت وابنك يا بت، يلا وبعدين اخرجي كده، عايزه اقول لها كلمه سر. طيب ماشي. وخرجت وهو قرب منها. انت رجعت تقرب ليه يا ابني؟ بس بقى ما ينفعش كده خالص. وراح مسك ايديها وبسها. هعمل كل حاجه علشان تكوني ليا يا اسيل وتكوني مراتي، لانك ليا وده اللي هيحصل. طب خلينا نخرج بقى. وخرجوا بره، وسيف قرب من تمارا ومسكها من ايديها جامد. ايه يا هانم، كان الفستان يجنن الصراحه. في حاجه يا سيف ولا ايه مالك كده؟ الصراحه الفستان يجنن. ولما اوقعلك صف اسنانك دلوقتي بقى ان شاء الله الوضع هيبقى ايه؟ قولي لي يا هانم. لا صف اسناني ايه يا سيف؟ ربنا يهديك. وبعدين فيها ايه؟ ما كله عجبه الفستان. قوي. وراح شدها عليه. اوعي تعملي كده مره تانية. عارفه ليه؟ ليه؟ قرب منها واتكلم في ودانها. علشان بغير على الحاجه اللي من حقي وبتاعتي.
اظن الرساله وصلت يا تمارا ولا ايه؟ وراح مشي من قدامها. لا هيغمى عليا يا بنتي يا روز. نعم يا اخرة صبري، امسكيني بسرعه هيغمى عليا قوي مش قادره. لا اجمدي كده يا عروسه البحر. دخت لا مش قادره. وكانوا عمالين يضحكوا عليها. وراح قرب ادم من دليده. في حاجه يا ادم؟ في زفت وطين على دماغك يا دليده. ليه بس عملت ايه؟ انا حتى كيوته. نعم يا اختي انت ايه؟ ازاي تطلعي بالفستان ده؟ قلبك ابيض يا دومتي. جبنا قدامك يا اختي. يا دومه بغير عليكي قوي. ليه بقى؟ يعني مش عارفه ليه؟ لا مش عارفه، اعرف منين؟ والله بقى كده احنا قرايب وبس يا ادم. لا والله. طب اظبطي بدل ما اظبطك. وعند اشرف اتجنن لما عرف الاخبار دي. يعني انا اللي عملت كل ده في المصنع وكمان منعت العارضات بتوع الازاء ان هم يجوا وفي الاخر يكمل. بس المره الجايه هتيجي ركعه تحت رجلي.